السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في قناة جو ماث، معي أنا شروق. سنتعلم اليوم الدرس الثالث، درس كتابة التعابير العددية من الوحدة السادسة للصف الخامس. تعلمنا يمس بالفيديو السابق شرح الدرس الثاني اللي هو كيف منحل التعابير العددية، إيش هي الترتيبات اللي بنتبعها لخطوات الحل والأولويات في الحل. إذا ما حضرتوا يمس ارجعوا له، رح أترك لكم إياه في صندوق الوصف أو في آخر إشي مع الفيديوهات المقترحة. خلينا نبلش بشرح هذا الدرس. كيف أنا ممكن أكتب تعبير عددية؟ يعني إحنا بدروس السابقة كان التعبير العددي يكون مكتوب عنا وجاهز. طب هون رح يكون عندي أنا السؤال كلام، يعني نص، وأنا أحوله لتعبير عددي، يعني العكس. سهل كتير. أول إشي عندي مثال واحد: ذهب جاسم لتناول العشاء مع أصدقائه، طلبوا 3 فطائر تاكو، تكلفة كل فطيرة 2 درهم، وكان لديه قسيمة خصم بقيمة درهم واحد من مشترياته. يعني بعد ما اشتروا كلهم، بس اشتروا ال3 فطائر مع بعض، خصموا لهم درهم واحد. يمكن تمثيل التكلفة الإجمالية بالدرهم لمشتريات جاسم بالعبارة. هيا هو بدي أقول لك شو هي العبارة هون. أول مثال، لأن أول مثال هو رح يقول لك شو هي العبارة. العبارة عبارة عن: اضرب 3 في 2 ثم اطرح واحد. ليش؟ ليش اضرب 3 في 2؟ لأنه سعر الفطيرة درهمين، وكم عددهم؟ 3 فطائر. إذن أول إشي الجزء الأول بدنا نكتبها عن طريق أجزاء. أول إشي بنكتب العبارة في أجزاء. جزء واحد اضرب 3 في، اضرب 3 في 2، 3 في 2. طب الجزء الثاني من المسألة: ثم اطرح واحد، يعني بعد ما اضرب بطرح. اطرح واحد يعني ناقص واحد، ثم اطرح واحد يعني اطرح واحد. هلا هاد أول إشي، أنا بدي أقسم السؤال لأجزاء. طب بعدين اكتب كل جزء كتعبير عددي بالأعداد. طيب اضرب 3 في 2، بدنا نكتبها كأعداد، يعني 3 ضرب 2، هيك معناها 3 ضرب 2 اللي هو عدد الفطائر ضرب سعر الفطيرة الواحدة، عددهم 3 وسعر الواحدة درهمين. الجزء الثاني من السؤال كان: ثم اطرح واحد ناقص واحد، لأنه أنا عندي خصم درهم واحد، يعني السعر رح يقل درهم واحد، إذا ناقص واحد. هلأ الخطوة الثالثة: اجمع بين التعابير العددية لتمثيل التكلفة الإجمالية بالدرهم. أضف أقواس إذا لزم الأمر. زي ما تعلمنا مثل الأقواس استخدمناها، شرحناها الدرس السابق. احنا ليش بنستخدمها؟ عشان نوضح انه هاي الخطوة لازم نعملها، هاي العملية لازم نعملها قبل العمليات التانية. طب هون شو لازم نعمل قبل؟ لازم نضرب، يعني 3 ضرب 2 عشان نعرف قديش رح نتكلف. احنا عندي 3 ضرب 2، بدنا اجمع بين التعابير، يعني بدنا نجمع هذا التعبير مع هذا التعبير. طب 3 ضرب 2 أنا برأيي لازم نحط لها أقواس هلالية. ليش؟ لأنه أنا عندي 3 فطائر ضرب سعر الفطيرة الوحدة 2، فبعرف أنه أنا لازم أدفع له 3 ضرب 2. بعدين صح، كان في عنده قسيمة شرائية أو خصم بمقدار درهم، يعني رح يقل العدد، يعني ناقص واحد، يقل درهم يعني ناقص واحد. هلا هذا هو التعبير اللي بيمثل قديش دفع جاسم. هلا خطوة زيادة مننا اللي هي الخطوة 4، يعني جت قيمة هذا التعبير. زي ما شرحت لكم بالدرس الأول اللي بس عشان أجت قيمة التعبير بجيبه نفس التعبير، بس بحط له إشارة مساواة. طب هون تعلمنا الدرس السابق إن الأولوية للأقواس، يعني 3 ضرب 2 بحلها أول. 3 ضرب 2 6، ناقص واحد، 6 ناقص واحد 5. إذا 5 دراهم دفع جاسم وأصدقائه ثمن ال3 فطائر. إذا هو فعليا حقهم 6، لأنه 3 ضرب 2 6، بس لأنه عندهم خصم درهم واحد قل السعر من 6 ل5. 6 ناقص واحد 5. أحسنتم. إذا لاحظتوا هذا الدرس بسيط كتير وسهل، وأول مثال كان بس بدهم يوضحوا لكم كيف أنتم ممكن تحلوا. طب خلينا نشوف مثال 2. تكلفة تذكرة مباراة التنس 25 درهم، ويكلف الفشار، يعني البشار أو الفشار 8 دراهم. يعني إذا بدهم يروحوا يحضروا المباراة التذكرة سعرها 25، وإذا بدهم ياكلوا فشار أو بشار بكلفهم الواحد 8 دراهم.
عشان يشتروا علبة واحدة. طب اشترى 3 أصدقاء تذاكر وفشار، ال3 أصدقاء دخلوا اشتروا 3 تذاكر و3 فشار، لكل واحد واحد. توضح التعابير أدناه التكلفة لصديق واحد. عندي التكلفة هاي هون لصديق واحد، هاي بس أوضح الخط. هاي تكلفة الصديق الواحد اللي هي 25 درهم زائد 8. ليش 25 زائد 8 يا مس؟ لأنه سعر التذكرة 25 درهم زائد سعر الفشار 8 دراهم. إذا الواحد فيهم أنت لحالك أو الشخص الواحد فيهم إذا بده يحضر رح يدفع 25 درهم زائد 8. طيب، وفي عندي كمان تكلفة 3 أصدقاء اللي هو هاي التعبير هذا اللي هو نفسه 25 زائد 8 بحطه بقوس، يعني إنه الأولوية إله لازم أحله هو بالأول، ضرب 3 لأنه 3 رح يدفعوا 3 مرات. فعليا أنت قديش بتدفع؟ بتضرب ب3 بتعرف إنه أصدقائك رح يدفعوا أنت وياهم نفس المبلغ مضروب ب3. يعني لو شخص واحد 25 درهم زائد 8 دراهم، لو شخصين بضرب القوس ب2، لو 3 أشخاص بضرب ضرب 3، لو 10 بضرب ضرب 10. إذا نفس القوس ضرب 3 عشان يمثل لي التعبير قديش تكلفة 3 أصدقاء. كلا التعابيرين يحتوي على نفس تعبير الجمع. شو هو؟ اكتب تعبير الجمع هاد. تعبير الجمع اللي هو هاد اللي فيه جمع اللي هو 25 درهم زائد 8 دراهم. بالنسبة للأصدقاء الثلاثة تعبير الجمع مضروب في أي عدد، لأنهم 3 أصدقاء ضربناه في 3، هي مضروب في 3. إذا التعبير الثاني أكبر بمقدار هذا الثاني اللي هو 3 أصدقاء. قديش أكبر من هاد؟ من الصديق الواحد نفسه هي نفس القوس بس ضربته ب3، يعني مضروب أكبر منه ب3 مرات. يعني نفس التعبير ضرب 3 بعطيني قديش تكلفة 3 أصدقاء، إذا أكبر منه ب3 مرات من التعبير الأول. فعليا أكبر منه ب3 مرات أو ضعفه. هلا إحنا بنحكي 3 أضعافه، يعني نفس السعر زائد نفس السعر زائد نفس السعر تكرر 3 مرات. إذا التعبير الثاني أكبر بمقدار 3 مرات من التعبير الأول. أحسنتم. طب خلينا ناخد التمارين الموجهة. اكتب عبارة اجمع 7 و11 ثم اقسم على 2 كتعبير عددي. هلا بدنا نكتب العبارة في أجزاء مثل ما عملنا بالمثال الأول. أول إشي عندي اجمع 11 و7. اجمع 11 و7 يعني 11 زائد 7. إذا أول جزء من المسألة رح يكون 11 زائد 7. طب الجزء الثاني ثم اقسم على 2 يعني قسمة 2. هلا اكتب كل جزء كتعبير عددي. جزء واحد اجمع 11 زائد 7 يعني 11 زائد 7. الجزء 2 ثم اقسم على 2 يعني قسمة 2. هلا اجمع بين التعابير العددية واضف اقواس اذا لزم الامر. هلا احنا امتى بنضيف الاقواس؟ بس نبين انه في عندي اولوية، يعني في خطوة الاولى او الجزء الاول لازم اعمله قبل الجزء الثاني. هون عندي الجزء الاول اللي هو 11 زائد 7. هاي اول تعبير هاد بدي اخده 11 زائد 7 اللي هو اجمع 11 و7. رح احط له قوس عشان ما أخربط وأعرف إنه لازم أحل هذا التعبير بالأول، إله الأولوية. طيب ثم أقسم على 2 يعني قسمة 2. هون دائما الجواب بيكون عبارة عن إنكم، دائما الجواب هون بيكون عبارة عن إنكم تجمعوا هاي وهاي تحطوهم جنب بعض، يعني مش تجمعوهم، قصدي تحطوهم جنب بعض. هاي 11 زائد 7 قسمة 2. فعليا هاي العبارة بتمثل اجمع 7 و11. أول إشي لازم أجمعهم، إذا بحطهم بقوس لأنه هم بالأول لازم أعملهم، ثم أقسم على 2 بعدين قسمت على 2. هذا عندي تعبير عددي. لو بدي أحله بحط إشارة مساواة. حله سهل كتير. 11 زائد 7 18 قسمة 2 يساوي 9. هاي خطوة إضافية من الحل. أحسنتم، سهل كتير. أهم إشي بس نحط أقواس عشان ما ننسى إنه الخطوة الأولى لازم تنحل قبل. طب هلا خلينا نحل التمارين الذاتية. اكتب كل عبارة كتعبير عددي. تعبير عددي يعني زي ما تعلمنا. اقسم 15 على 3. هاي الجزء الأول من المسألة. أول جزء اللي هو 15 قسمة 3. ثم اجمع 13. الجزء الثاني اللي هو زائد 13. هلا بدنا نستخدم أقواس. الأفضل إنكم تحطوا أقواس. هلا أنا لو حطيت 15 قسمة 3
زائد 13 من الدرس السابق. بس إذا حضرتوه معنا، عندي أول إشي ببلش بالقسمة لأنه هي أقوى من الجمع، بعدين بحل الجمع. فهيك أنا رح أبلش بهاي بالأول، بس احتياط عشان أنتم ما تخربطوا حطوا أقواس. أنا بفضل إنكم تحطوا أقواس. يعني هيك اكتبوا الجواب 15 قسمة 3 جوا قوس، بعدين ثم اجمع لهم 13، ثم اجمع لهم 13 يعني زائد 13. سهلة. طيب السؤال 3، اطرح 4 من 20. الأربعة بدي أطرحها من 20، يعني 20 هي الجزء الأول، 20 ناقص 4، مش 4 ناقص 20، لأنه اطرح 4 من 20، يعني 20 هي الكبيرة اللي بتيجي بعد كلمة من هي اللي بنبلش فيها. 20 ناقص 4 هاي أول جزء، ثم أقسم الناتج على 2. الجواب اللي بده يطلع معي بدي أقسمه على 2. هون أنا إجباري هلا بدي أكتب التعبير، بحط هاي جنب هاي، هيك 20 ناقص 4 قسمة 2. بس هيك غلط يا مس، لأنه الأولوية رح تصير هون 4 قسمة 2، لأنه القسمة أقوى من الطرح. عشان هيك الخطوة الأولى هون أنا مضطرة، مش خياري زي هذا السؤال، هون إجباري أحطها قوس. إذا ما حطيت قوس بطلع الجواب غلط، لازم أحط قوس، لأنه عندي الخطوة الأولى اللي هي 20 ناقص 4، اطرح 4 من 20، ثم قسم الناتج على 2 اللي هو الجواب اللي بده يطلع من هون بدي أقسمه على 2. إذن هون مهم أحط أقواس، مش زي أول سؤال. عشان هيك بقول لكم دايما حطوا أقواس وريحوا حالكم إنكم ما تغلطوا. إذن 20 ناقص 4 هيها، ثم الناتج يعني بده يطلع من هون الجواب بدي أقسمه على 2. سهل كتير. اكتبوا لي ايش هو القيمة، اكتبوا لي هون الجواب ايش رح يطلع معكم بعد ما تحلوا. رح يطلع معكم عدد، اكتبوا لي في التعليقات، اكتبوا لي جواب السؤال 3 العدد هاد، وانا بصلح لكم عشان اتأكد انكم فاهمين كيف بتحلوا مثل الدرس السابق. هاد واجب لكم، اكتبوا لي شو الجواب هون، انا رح اصلح لكم اياه. طب السؤال اللي بعده، اجمع 4 9 و4 او 4 و9. هاي اول خطوة، اني اجمع 4 و9 اللي هي 4 زائد 9، ثم اضرب في 2. الخطوة الثانية اني اضرب ب2. عشان اكتب التعبير كامل بجيب الاولى اللي هي هاي، ونفس الاشي هون بس لازم نحط قوس لانه في جمع وفي ضرب عشان ما نخربط بالاولويات. اول خطوة بحطها بقوس اللي هي 4 زائد 9، ثم اضرب في 2. عشان اكتب التعبير بحط هاي جنب هاي، وما بنسى الاقواس حوالين الاولى. سهل كتير. 4 زائد 9 ضرب 2. طيب السؤال اللي بعده، قارن كل زوج من التعابير العددية دون إيجاد قيمتها. يعني بس بدنا نقارن مقارنة بدون إيجاد القيمة. عندي التعبير الأول يمس كان عبارة عن 7 ضرب 4 قسم 2. التعبير الثاني كان عبارة عن 7 ضرب 4 لحالها. كلا التعبيرين يحتوي على نفس تعبير الضرب. اكتب تعبير الضرب، بدكم تدوروا ايش العددين اللي بينهم ضرب هدول. إذن هذا هو تعبير الضرب اللي هو 7 ضرب 4. خلاص هي كتبنا. طيب في التعبير 1 تم قسمة الناتج على هاي التعبير 1. الناتج هذا اللي هو 7 ضرب 4 بعد ما حطيته بقوس، يعني هو رح ينحل بالأول. 7 ضرب 4 اللي هي 28. قسمتها على إيش أنا؟ تم تقسيمها على 2، يعني الجواب 28 رح نقسمه على 2. إذا التعبير 1 يساوي قديش من التعبير 2؟ هلا التعبير 2 ما قسمته، تركته زي ما هو، اللي هو قديش رح يطلع 7 ضرب 4 28. طب هون التعبير الأول 28 قسم 2، لو بدنا نجي جوابها رح يطلع 14. أنا قسمت على 2. هلا أنا مش مطلوب مني الجواب، بس أنا بدي أفرجيكم إنه صارت 14، صغرت يعني قل، لأني قسمت على 2. أنت بس يكون معك 10 دراهم وتوزعها بينك وبين أخوك، كل واحد رح ياخد 5 دراهم، النص. صح؟ قسم 2 يعني النص، تاخد أنت 5 دراهم وأخوك 5 دراهم. إذا التعبير 1 هذا اللي تقسم على 2 يساوي قديش؟ نصف. يساوي نصف تعبير 2، لأنه هذا تعبير 2 أنا إذا لو قسمته على 2 بصير التعبير 1. إذا التعبير 1 يساوي نصف تعبير 2. فعليا جوابه 14، أما التعبير 2 جوابه 28. نفس مثال، لو كان معك 10 دراهم قسمتهم على 2 بصير نصف إلك ونصف لأخوك أو أختك. إذا التعبير نصفه. إذا التعبير 1 يساوي نصف التعبير 2 لأنه قسمت على 2.
طيب السؤال اللي بعده، التعبير 1 هون عندي 2 زائد 5 زائد 8. تعبير 2 نفس الاشي، 2 زائد 5 زائد 8 بس حطلها قوس وضاربها ب4. كلا التعبيرين يحتوي على نفس تعبير الجمع. اكتب تعبير الجمع. تعبير الجمع اللي بينهم جمع اللي قلت لكم عنه هاد، باخد اللي بينهم جمع، لو 2 زائد 5 زائد 8 هاد هو تعبير الجمع. في التعبير 2 تعبير الجمع مضروب في أي عدد؟ هي تعبير 2 بأي عدد مضروب القوس هاد؟ مضروب في العدد 4، في العدد 4. إذا التعبير 2 أكبر بمقدار، يعني التعبير 2 هذا أكبر لأنه مضروب ب4. بس الإشي إذا قسمته زي هنا قسمت على 2 فصار التعبير 1 أصغر، إذا ضربته بكبره يعني بزيده. إذا التعبير 2 أكبر من التعبير 1. هي التعبير 1 نفس هاد نفس هاد. تعبير 2 أكبر منه بكم؟ ب4 مرات. يعني التعبير 1 هذا نفسه لو ضربته ب4 بعطيني التعبير 2. إذا التعبير 2 أكبر ب4 أضعاف التعبير 1. إذا الجواب أكبر منه ب4 مرات. طيب خلينا نحل المسائل. يريد زايد إيجاد مساحة المثلث الموضح أدنى، يعني هذا اللي بالرسمة. لإيجاد مساحة المثلث أضرب القاعدة، هاي هي مثل القاعدة اللي هي 4 سنتيمتر، هاي قاعدة المثلث. في الارتفاع هي بس دايما بكونوا راسمينه هيك وحاطين شكل زاوية عمودية، وهي حكي لك إنه هو 3 سنتيمتر. لإيجاد مساحة المثلث عم بعطيك القانون، نضرب القاعدة في الارتفاع ثم نقسم الناتج على 2. هلا بدنا نمثل مساحة المثلث باستخدام تعبير عددي. هلا أول جزء من المساحة اللي هو أضرب قاعدة في الارتفاع. القاعدة 4 ضرب الارتفاع 3. إذا الخطوة الأولى الجزء الأول 4 ضرب 3، نحط قوس عشان ما ننسى. هاي الخطوة الأولى. طب الخطوة الثانية ثم أقسم الناتج على 2، قسمة 2. إذا التعبير كامل إيش بيصير اللي بيعبر عن المساحة؟ 4 ضرب 3 قسمة 2. هو طالب مثل مساحة المثلث باستخدام تعبير عددي. خلص هلا انتوا لو بدكم تجدوا قيمته بتحطوا إشارة مساواة، بتحكوا 4 ضرب 3 12، الأولوية إلها لأنها بالقوس، قسمة 2 يساوي 6. بس هو طالب منك بس تجد التعبير مش الناتج، إذا بوقف بس بدون مساواة. جد التعبير ما أدك جد قيمته بس جده. إذا التعبير هو عبارة عن القاعدة 4 ضرب الارتفاع 3 ثم قسم على 2، يعني الجواب بدي أقسمه على 2. طيب السؤال اللي بعده، ضاعفت علياء رصيد حساب مدخراتها البالغ قيمته 100 درهم ثم سحبت 30 لشراء بعض الملابس الجديدة. مثل هذا الموقف باستخدام تعبير عددي. شو يعني كلمة ضاعفت يا مس؟ ضاعفت يعني ضرب 2، بدكم تعرفوها وتحفظوها. ضاعفت يعني الاشي صار مضروب ب2، صار مرتين. إذا ضاعفت مدخراتها البالغة 100 درهم، يعني 100 هاي ضاعفت. أول جزء 100 عندي ضاعفت يعني 100 ضرب 2. ثم سحبت 30. شو يعني كلمة سحبت؟ يعني نقص، يعني طرحت، يعني قل العدد 30، يعني المدخرات تبعتها قلت 30 درهم. مثل هذا الموقف باستخدام تعبير عددي. أول جزء قلنا ضاعفت 100 درهم يعني 100 ضرب 2. ثاني جزء صار عندي قلت سحبت 30 درهم، إذا ناقص 30. بنحطهم جنب بعض زي ما تعلمنا وما بننسى الأقواس لأنه الأولوية للضرب. بعدين سحبت منهم 30. 100 ضرب 2 200 ناقص 30 يساوي 170. هاي إيجاد القيمة، بس هو أصلا مش مطلوب منكم، هو طالب بس باستخدام تعبير عددي، يعني هذا هو الجواب. أحسنتم. السؤال اللي بعده، مسائل مهارات التفكير العليا. عندي اشرح لما بدنا نشرح لهم لما يكتب التعبير العددي 3 مطروح من 16 بالشكل هذا هو الجواب الصحيح وليس بالشكل هذا. ليش يا مس؟ لأنه أنا قلت لك العدد 3 مطروح من 16، مطروح منه يعني مأخوذ منه، يعني 16 بدي أقيم منها 3، بدي أطرح منها 3، هذا صح. طب ليس بالشكل هذا إيش عبارة عن شو؟ هذا تعريفه 3 هيو 3 مطروح منها 16.
هذا العكس، 3 هي اللي طرحت منها 16. إذا ليش؟ لأنه هاي 3 مطروح منها 16. أما الجملة اللي عندي اللي هي 16 مطروح منها 3، يعني 16 بنقص منها 3. طب السؤال اللي بعده، حوط التعبير العددي الأكبر ب4 مرات من 52 ناقص 9. هلا هاي 52 ناقص 9 بدي أحطها بقوس. إيش يعني أكبر منها ب4 مرات؟ يعني ضرب 4. مش قبل شوي أخذنا سؤال نفس الإشي كان 4 أضعاف. لو قلت لكم أكبر منها بمرتين يعني ضرب 2، بتحطوه بقوس وبتضربوه. لو قلت لكم أكبر منها ب6 بتحكوا ضرب 6. طب لو قلت لكم نصفها بتحكوا قسم 2. نفس القوس قسم 2. لازم تتعلموا هاي، بس كتير سهلة. الإشي نفسه اللي هو 52 9 بتحطوه بقوس التعبير. أكبر منه ب4 مرات معناته لازم يكون ضرب 4. طب هاي 52 ناقص 9 ضرب 4 غلط، لأنه هاي 9 ضرب 4 هي الأولوية، هاي غلط. أنا بدي هذا التعبير اللي هو 52 ناقص 9 ضرب 4. هذا هو التعبير الصحيح، هاي حوطته، هذا هو التعبير الصحيح. هون برضو غلط، لأنه أنا عندي 52 ناقص 9 زائد 4. هذا مش أكبر منه ب4، هذا مضاف له 4، هذا غلط. هون عندي 9 ضرب 4 52 ناقص 9 ناقص 4، يعني غلط برضو. التعبير هذا لازم يكون 52 ناقص 9 زي ما هو، بحطه بقوس زي ما هو، اللي هو هذا الجواب الصحيح هذا. طيب السؤال الأخير، كيف أقارن التعابير العددية دون حساب قيمتها؟ زي هون مثلا أنا بعرف هذا التعبير 52 ناقص 9، لو بدي أقارنه مع هذا التعبير الاختلاف بينهم إنه هذا مضروب ب4. يعني أنا بإيش بلاحظ الاختلاف، وهيك ممكن أنا أعرف إنه هذا الأكبر دون الحاجة إني أنا أحسب قيمتها. يعني واضح إنه هذا ضرب 4. إذن بس إذا أنا لاحظت الاختلافات وكمان الأولويات، هاي الأشياء بتساعدني إني أعرف أنا أقارن بين التعابير، أحكي هذا أكبر من هذا أصغر من هذا دون حساب قيمتها. أحسنتم يا مس، هذا الدرس كان سهل كتير وبسيط. لهلا عندنا الدروس كتير سهلة، صرنا شارحين أول 3 دروس، رح أترك لكم إياهم كلهم في صندوق الوصف روابطهم. هلا عندكم انتوا الواجبات الواجب المنزلي حلوه انتوا. اذا عندكم اي سؤال منه وحابين تسالوني عنه عشان اساعدكم فيه، اكتبوا لي في التعليقات رقم السؤال، مثلا السؤال الاول يا مس شو جوابه، او السؤال 3، او جواب السؤال 4 اللي بتحبوا اني اساعدكم فيه. الدرس الجاي ان شاء الله رح يكون استقصاء حل المسائل. اذا حابين يوصلكم اشعار اول ما انزل شرحه، ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الاشعارات عشان اول ما انزل شرح الدرس يجيكم اشعار انه نزل. وإذا عندكم أي سؤال استفسار مرة تانية ما ترددوا في السؤال في التعليقات. شكرا لكم كتير، وأتمنى أنكم تدعمونا بلايك للفيديو وترسلوه لأصدقائكم. شكرا لكم ومع السلامة.